قوم، تركنا لحالنا. عود، ارتاح شوي. صب لك كاسة شاي؟ لا شكرا، ما بدي. انت بدك تنضم للتنظيم ما هيك؟ زيدان هو اللي معلم هون. ايه بدي انضم لكم سيدي. تعرف تقوس بالبارودة؟ ايه بعرف سيدي. برافو عليك، منيح. بس انت ما فيك تنضم للتنظيم بدون ما تقدم لنا اي خدمة وتنفذ الاوامر اللي بقول لك عليها. انا رح كون تحت امركم دائما. خود هاد خليه معك. بدي اياك تقتل الآنسة، واليوم قبل بكره. حاضر سيدي، واعتبر الآنسة ماتت. برافو عليك. صباح الخير يا ابني. صباح النور خالتي سناء. خير شوفي بس ما تكوني مرضانة. لا أنا منيحة، بس حبيت جيب لك الفطور. قلت لحالي بنفطر سوا أنا وياك وبنحكي، موافق؟ طبعا، بس بالأول بدي غسل إيدي. عرفت إنه إجت خديجة؟ ايه عرفت. هات أنا بصب لك المي. طيب، لكان هلا على الفطور بنحكي سوا خالتي. أصلا أنا كتير حابب أعرف شو بدك تقولي لي. يسلموا، شكرا كتير خالتي سناء. تكرم. خالتي تفضلي نفوت لجوا ونفطر سوا. بدي أقول لك شغلة، من زمان كنت بدي أقول لك إياها. دكتور طارق، خير ديالا؟ خالة أمينة أمه لرجا تعبانة كتير. شبهها؟ كانت نايمة طول الليل وما عم تتحرك أبدا. خفت عليها كتير وفكرتها ماتت. أنا رحت هلأ لعندها وفحصتها بس ما عرفت شو صاير معها. لازم أنت تروح تشوفها. يلا جاي شوفها. طيب يلا رجا. خالتي يلا. سناء بعتذر منك، لازم امشي. هاي الفطور. يسلموا. لا تأخذيني خالتي. مالي عرفانة شو أعمل. كمان ما قدرت أقول له شيء. ما قدرت أقول له أنت ابني. ما قدرت أقول له إنه هو ابني حسان يا خالتي. ما بقى فيني أتحمل أكثر من هيك. ابني هون قدامي بس ما فيني أحكي. جوزها لخديجة بهدلني وقلعني وعم يضربها كمان وتجوز عليها، وما فيني أعمل شيء حتى ما ينخرب بيتها للبنت. وبنتي نرمين التنظيم أخذ مني وما بقى يرجع لي إياها، وما في حدا بيقدر يساعدني يا خالتي. حاسة حالي راح أموت من الهم وماني عرفانة شو بدي أساوي. يا ريت بس لو بقدر أحكي مع ابني وقل له أنت حسان، أنت ابني وسندي. يلا روح جيب إخواتك وخلينا نروح من هالضيعة وخلصنا بقى من هالعيشة اللي عايشينها. بس ما بقدر أحكي، بس رح أقول له عن قريب. بعرف أولته وآخرته بده يعرف. يا خالتي بده يعرف، بس نرميه عند تنظيم ومالي عرفانة شو هي الطريقة لحتى خلصها منهم يا خالتي. الله يطولنا بعمرك. لا تنسي تدعي لي وانتي عم تصلي. ادعي لي مشان الله يساعدني ويخفف عني هالمصايب. شو صار معك؟ من امبارح بالليل وانت قاعدة عم تمسحي تمي، على مهلك عليها هلا بينهرها. خدي باروتك والحقيني. شو رايحين من هون؟ مو قبل ما تنفذي العقوبة يلي فرضها عليك يا زيدان. أنا عقوبة هي؟ تعي معي. احكوا شو رح تساووا فينا؟ شو بدك تساوي؟
كيف بدك تعاقبيني رشا؟ بدي اياك تصيدي يا رويدة. شلون يعني؟ شو بدي صيد؟ بدك تصيديهم. هروب انت وياه واسرعوا قد ما فيكم، ورويدة رح تصيدكم. انت شو عم تحكي؟ شو ما بتعرفي تصيدي بشر؟ بدك تقوصيهم. يلا هربوا، وإذا كمشناكم نحن رح نموتكم. يلا اركضي وراهم يلا ورجعيهم ميتين. ما بدي. يا بتموتيهم يا بتموتي، أنا ما عم بمزح. صدقتيني وما عم بمزح. طيب بدي اسألك، بتحسي بالتعب وكأنه مالك حيل؟ ايه والله دائما يا دكتور. حاسة شي بلعية نفس، تمك دايما نشفان أو عطشانة مثلا؟ ايه مزبوط هالشي. وجرحك بيطول ليطيب؟ ايه مزبوط دكتور. معناتها إذا هيك ممكن يكون معك سكري يا ست أمينة. وهذا المرض صعب يا دكتور طارق؟ نحن لازم نعمل لك كل يوم تحليل دم. لازم كمان تديري بالك على أكلك كتير منيح. شو بدي أعمل؟ لازم أتحمل كل شيء. والزعل ممنوع لأنه بيطلع السكري. لا تصدقي للدكتور ماما، ليش عم تحكي هيك يا ابني؟ لأنه الدكتور والأنسة هن سبب موت أبي، وهن اللي حاكين إنه أبي كان خاين لأنه كان مع التنظيم. أنت غلطان يا سعيد، أنا والأنسة ما حكينا أي شيء عن أبوك. أنا مالي ولد وما فيك تضحك علي. كل هذا الشيء كذب. اللي بوقف بوش التنظيم رح ياخذ جزاته، وبتشوفوا شو رح يصير فيه. لا تأخذنا يا دكتور طارق. ماني عرفانة شو أعمل معه. وبتقلي يا دكتور ما بيصير تزعلي. شوف هالحالة اللي أنا فيها. الحق معك، أصلا هذا اللي بدهم إياه، بدهم يوقعونا مع بعض. وقفوا. خليني روح، ولادي بيكونوا عم يستنوني. الله يرضى عليكي، نحن عنا اولاد، لا تقتلينا ولا تخلي حدا يتحكم فيكي. نحن ما عملنا شيء. لا تقتلينا. رويدة اقتليهم يلا. ما بقدر. شو ذنبهم هدول الاثنين؟ ما عملوا لكم شيء، ما اذوا حدا. بكفي وقفوا ضد التنظيم، مشان هيك لازم نقتلهم. بس انا ما فيني اقتل حدا. يا بتقتليهم هلا يا بتموتي انت. جنيتي على حالك. علي انتبه منيح، شوي شوي. يا أولاد انتبهوا، انتوا حاملين الغراض. حاضر أنسة زينب. عمهلكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يلا يا أولاد هون. أيوة. إيه. وانتوا يلا على مهلكم، على مهلكم.
هلا حبيباتي كلياتكم رح تساعدوني مشان نساوي الصف هون، ماشي؟ حاضر يا ماشي. وانت علي روح جيب لي المسامير بسرعه مشان نثبت اللوحه على الحيط. استني انا رح اجيب لك اياهم. وانتو يا اولاد حضروا لي الدهان، ماشي؟ وانتو جيبوا اي شيء مشان تقعدوا عليه. يلا لك شو عم يصير هون ها؟ وقفوا لشوف، استنوا شوي. شو عم تعملي يا زينب؟ عمي مو احترقت المدرسه؟ ايه احترقت، انا بعرف هالشي. مشان هيك انا فكرت انه اعطي الدروس عندنا هون بالبيت. ايه بس هالشي ما بيصير يا زينب. هون بيت مو مدرسة. عم تفهمي؟ ايه بس الاولاد لازم يتعلموا عمي. لك شو انت جنيتي؟ ما عم تشغلي عقلك بالمرة. الارهابيين حرقوا لك المدرسة وما كنتي تفهمي. وهلا بدك تعملي لنا مدرسة هون مشان يجوا يحرقوا لنا البيت باللي فيه. خلص بقى لهون وبس. انا مالي موافق ابدا. احملي حالك واطلعي لبرا. عم تسمعي ولا لا؟ ايه بس لا تحكي ولا كلمة. انا قلت لك اللي عندي. المدرسة أقل. يلا أنا رايح. الله معك دكتور. ما رح طولها. ولا يهمك. دكتور طارق. شو في حنان؟ دكتور أنا بحاسة حالي مرضانة وبدي إياك تفحصني. طيب خلي ديالا تفحصك، أنا عندي مريض. بس أنا كمان مريضة وبحاجة كثير إلك كمان. خير حنان، من شو عم تشكي؟ أنت مالك دكتورة، بيجي بعدين وبخلي الدكتور يفحصني. حتى لو ما خليتيني أفحصك باين عليكي إنك تعبانة. باين علي؟ طيب وأنا شو معي يا ترى؟ تعي لشوف. مسكينة عن جد أنت تعبانة كثير، لا تخافي أبدا. هلا بتاخذي هالإبرة وبتصيبي. لا ما بدي. ليش الإبرة؟ أنا ما فيني شيء وما بدي دكتور. دكتور طارق. شو بدك حنان؟ دكتور أحمل لك الشنطاية؟ لا يسلموا، ما في داعي. طيب لوين رايح؟ بتحب اجي معك؟ بدي روح شوف مريض ومو حلو ابدا انك تيجي معي. ترعوا. خلاص مثل ما بدك. ترعوا. يا عيني عليك شو شخصية. اي والله يا هيك رجال يا بلا. ايه لكن هذا دكتوري البطل وفتى احلامي. ايه اهواك واتمنى لو انساك. بتمنى اروح معك بس خايفة من الفضيحة. انت شو عم تعمل هون انا كنت شو انت ما بتفهم؟ انا ما قلت لك انه انت مو من مستواي، ليش عم تلحقني ايه بس انا يا حنان. يلا انقلع من هون يلا يا عمى، شو ما بتفهم؟ ايه بس اسمعيني. شو عم تعملي لك حنان؟ ليه عم تقلعي لعبده؟ ما بتعرفي صار يشتغل عندي؟ سمعتي؟ شو؟ حنان خانم من اليوم ورايح انا صرت زلمته الخاص لحضرة المختار. تقبرني بشي حضرة المختار؟ معناته روح نظف المكتب يلا. انا بنظفه بابا. لا معلش يا خانم لا تعذبي حالك، انا بنظفه. برافو عليك يا عبد، برافو. هات ابي انا بمسك. هات لهون. انا بدي لك سيارة. ولك ايه يا بنت؟ اتركيه بقى لعبده. شو هذا يا؟ شرف يا مختار. يلا يا ابني الحقني. رح افتح لك الباب. شرف يا مختار. وهلا عن اذنك حنان خانم. انا بورجيك شقفة راعي. يعطيك العافية. اهلين دكتور، الله يعافيك. تسلمي. مو اتفقنا ما تتعبي حالك؟ بدي اجيب حطب للصوبيا. تفضل انت فوت لجوا وانا هلا بجي. سعيد شو عم تعمل بالفرد؟ وانت شو دخلك؟ شي ما بيخصك. سعيد اخوك راح يجمع لنا حطب، روح ساعده يلا. ما بدي، في عندي شغل. وشو هالشغل؟
سعيد، لوين رايح؟ ست أمينة، باين سعيد هو اللي مزعلك. بعد ما مات أبوه كتير تغير هالولد يا دكتور طارق. وبعدين لما اجوا لعنا العسكر على البيت خاف كتير ومات من رعبته، ومن وقتها ما عاد قدرت عليه. وليش لحتى يجوا العسكر لعندك؟ ايمتى اجوا؟ بعدين الضيعة صغيرة، معقول ما حدا فينا شافهم؟ أكيد في شيء مو طبيعي. وأنا شو بيعرفني؟ أنا ما بفهم بهيك شغلات. اجوا لعنا قبل الفجر وسحبوا علينا سلاح كمان، وأنا وولادي متنا من الرعبة، وكان رح يوقف قلبنا. وقتها سعيد تضايق كتير وطلع من البيت وراح على الجبل. مو بس العسكر، كمان جماعة الجبل اجوا لعندي وفتشوا البيت وسألوني عن شنتاي، بس والله أنا ما بعرف شي عنها. طيب سعيد حكى شي مع الإرهابيين؟ والله أنا ما بعرف يا دكتور طارق، بس هو امبارحة ما بين طول الليل، وما بعرف إذا التقى مع شي واحد منهم أو حكى معهم. والله يا دكتور أنا خايفة كتير. أحلى يصير بكرة سعيد واحد من الإرهابيين، لساته صغير وما بيعرف شي. خايفة كتير يعلموه شغلات ما له فيها. قومي، ليه جباني؟ قومي لشوفوا ليه. قومي معي، قومي امشي معي، امشي ولك حيواني. عدي عدي، امسكي وليه، احمليها احمليها وليه. ما بدي قومي. ما بدي. قومي احسن لك، امسكي يلا يلا، اضغطي على الزينات. قومي امشي وليه جباني، امشي. لو كانت الشغلة بإيدي كنت قتلتك وخلصت منك، بس زيدان ما بده يعني. امشي، خدي بارودتي يلا امشي. يلا امشوا. زيدان وقف، طولوا بالكم شوي، وقفوا. شو في يا مختار؟ لا تتحركوا من هون وانتبهوا منيح، العسكر مسكرين كل الطرقات، خليكم متخبين هون، بس تهدى الامور انا بجي بخبركم. ما فينا نضل لانه ما عنا اكل، بس اذا جبت لنا شوي منضل قاعدين. طيب بجيب لكم، يلا خاطركم. مع السلامة. لكن انتوا خليكن هون، وانت روح على الضيعة وراقب لي الولد شو بده يساوي. اكيد رح يقتلها، لا تخاف، رح يعمل اللي قلت له عليه. بس لا تنسى اللي عمله ابويا بديع. اها يلا. اختي، شو رأيك نحكي مع بابا مشان يقنعوا لعمي؟ وينه بابا هلا؟ بزريبة، روح لعنده؟ لا خليك هون، أنا بروح لعنده. زينب،
طارق دقيقة شوي. ابني بدي احكي معك شوي. خالتي خذي هاي الشنطاية على المستوصف، استنيني هونيك أنا جاي. ايه طيب، رح استناك يا ابني. بابا بابا. هي يا بنتي، ليكني هون، تعي. خير يا بنتي، شو في؟ لا تخاف بابا، ما في شيء، اجيت لأحكي معك بموضوع. طيب حبيبتي، تعي فوتي. شو عم تعمل؟ لا توقفي بالبلد. وقف، استنى شوي، بدي احكي معك. استنى شوي. لكن بدك تدرسي الاولاد ببيتنا. ايه بابا. لا تزعلي مني، بس هذا الشيء ما بيصير. عمك معه حق، ما بصير تنقل المدرسة على البيت. بابا البيت كبير ونحن بنقعد بشي زاوية، بوعدك انه ما رح ينأذى حدا. بنتي انا بدي الاولاد يتعلموا، بس الاحسن انك توقفي تدريسهم لفترة يا بنتي، لانه مو ناقصنا مشاكل مع الارهابيين وما بدنا يهجموا على بيتنا. ها مو هذا هو المزبوط؟ زيدان، زيدان، رجع على الخط. هات. شو في رشا؟ نحن وصلنا على المعسكر هلا ورح نستناك لتجي. العسكر محاوطينا من كل الجهات، هلا ما فينا نتحرك، ليهدى الوضع بنجي لعندك. طيب. سيك. طارق معه حق، ما عندي حل غير اعمل مثل ما قال لي. ما إلي غير دور على البيوت ودرس الأولاد هونيك. زينب. طارق شو بك؟ شو في؟ ما قلت لك ما تطلع من البيت أبدا؟ بس رحت لعند بابا، هو وعمي مو موافقين ندرس الأولاد عنا بالبيت. الله يخليكي لبقى تطلعي لبرا. ليش شو في؟ اعملي اللي عم قلك عليه وبس. ايه مثل ما بدك. وقف شوي سعيد. شو بلاقيك عم تتنقل عنا بالضيعة؟ شو بدك منا ولا إرهابي؟ اسكت ولا أحسن لك، أنا من التنظيم، أنتوا الخونة بعدوا من وشي. يلا خلاص ولا قليل الشرف وعم تحكي بكل وقاحة؟ أصلا أبوك كان مثلك خاين ومنتسب للتنظيم. خد أمك وأخوكم انقلعوا من الضيعة. قيم إيدك ولا تقرب علي، بدكم تنقلعوا غصبا عنكم. بعد عني ولا وقفوا احسن ما وصلوا. واقف ايدي وياك. لا يلا واقف ولا سعيد وقف. سعيد يلا يا شباب، روحوا من هون وحاجة مشاكل. يلا 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 بس بنتواجه. أنا استنجيك. الله يخلي لي اياك يا دكتور طارق، لولا كان قتلوا لابني. ما حدا بيقدر يقتلني، ولو ما مسكني الدكتور كنت قتلتهم كلهم. سعيد سعيد تعال هون، لوين رايح يا ابني؟ سعيد اتركوني بحالي بقى يا حبيبي، يا أم اعطيني هالفرد. روحوا من هون، اتركوني بحالي بقى. روحوا اتركوني. اتركيه يا خالتي، لا تضغطي عليه، خليه يضل لحاله. امشي. أمي شو صار؟ لا تخاف، ما في شيء. أنا منيحة يا عمري، لا تخاف علي يا حبيبي. يا ربي شو أعمل؟ شلون بدي روح من الضيعة؟ والله ماني عرفانة. يا ربي شو صار له هالولد؟ كتير متغير. أنت من عندك تساعدني وتحميه. قلي شو سوي يا دكتور طارق؟ هدي أعصابك شوي، إلا ما نلاقي حل. كل اللي صار لهالولدين من تحت راس أبوهم، والله ماني عرفانة شو بدي أعمل. سعيد يا بدهم يقتلوا يا بده يقتل حدا. منك يا فكرت. الله يسامحك على اللي عملته فينا. هيك ما رح يمشي الحال، لازم نروح لعند شيخنا ونخبره باللي صار، وأكيد هو بيلاقي لنا حل. طيب امشي نروح لعنده. انت روحي وأنا رح بستنى سعيد، هيك بيكون أحسن. طيب مثل ما بدك، بس الله يخليك لا تتركه لحاله.
سعيد فيني احكي معك شوي؟ روح من هون، اطلع لنا برا احسن ما اوصك. طيب هدي حالك، انا برا اذا بدك تحكي معي. زيدان هو اللي اعطاك السلاح؟ ايه هو اعطاني اياه وما حدا بيقدر ياخده مني. طيب هدي اعصابك شوي، ما حدا بياخده منك، ماشي؟ خالة سناء ليش قاعدة هون؟ دكتور طارق جاي وقال لي استنى هون. اتفضلي استنيه جوا. لا معلش هون منيح، بدي احكي مع الدكتور قبل ما يفوت لانه مشغول كتير وما بدي ضيع له وقته. والموضوع اللي بدك تقولي له اياه كثير مهم يعني؟ لا ما مهم يا بنتي، بس لازم اقول له اياه هلا. اهلا وسهلا. خير خالتي، في شي؟ عم دور على جدك ما لقيته. ايه هو عندي جوا. ما شفتي دكتور طارق؟ قال لي رايح لعندك. مبلا لساته عندي بالبيت. سمعتي خالة سناء؟ ايه سمعتها. شرفي تفضلي لجوا. بوس ايدك يا شيخنا تساعدني، كنت عم دور عليك. اهلين يا بنتي، طمنيني كيفك؟ الله يخليك يا شيخنا ساعدني بترجاك. لا شوفي ليش عم تبكي؟ طولي بالك يا خالة. هدي حالك شوي، انت بتعرفي انه ما بيسوالك الزعل. شو صاير معي؟ احكي يا بنتي. سعيد صار واحد من الارهابيين يا شيخنا، والتنظيم عاطيه سلاح كمان وانا خايفه عليه. لا الدكتور قال لي لازم احكي لك مشان تساعدني يا شيخنا. اول شيء لازم نبعد سعيد عن الضيعة بسرعة وبأي طريقة، واحسن شيء تخليه يروح على ضيعة المزارع، هنيك في عنده مدرسة كبيرة وفي سكن للطلاب كمان، وفيك تأمني عليه لانه هنيك رح يعتنوا لك فيه وينتبهوا لك عليه منيح. ان شاء الله، الله يخلي لنا اياك يا شيخنا. تسلمي يا بنتي. وانا كمان ما سمحت لها وقلت لها ما تدرس بالبيت. خير ما عملت يا اخي؟ ايه معقولة تعمل بيت مدرسة؟ عمي حميد شوفي حدا اتصل فيي شيء؟ ايه محمد اتصل وقال بده اياك ضروري رح يرجع يتصل. اخي يمكن لقى حسان. اكيد لقى يا اخي. بعد هيك وين راح الولد؟ شوفي تحت الأحجار. يا ابني دكتور استنى شوي. معلش مشغول كتير خالتي، بعتذر. ليش عم تعمل فيني هيك يا ابني؟
واحد من التنظيم؟ إذا لحقته بعرف وين بنتي. تمام رشا، شرحت له قد ما بقدر. هلا جاي رشا، صلي يلا. حاضر حاضر. بسم الله. ايه وقف منيح. اركع يلا. اركع. الله برافو، ممتاز هيك، ما حدا بيقدر يكشفكن ابدا. رشا شو عم يعملوا هدول؟ ولا شي، عم بيصلوا. منيح، بس هلا مو وقت الصلاة. بعدين مو قلتي لي ما بتصلي؟ طبعا ما بصلي يا رويدة، بس بكره اذا نزلنا على الضيعة يلي قدامنا يمكن نضطر نفوت على الجامع قدام الاهالي، ولازم نصلي مشان يعرفونا مين نحن. الله كيف يعني؟ أكبر. لما نفوت على اي ضيعة لازم نتصرف مثل اهلها ونورجيهم انه نحن كمان متدينين مثلهم، وهيك بنخليهم يعرفونا وينضموا إلنا. وقف على رجليك. ايه بس هدول عم يصلوا غلط يا رشا. ليكي شلون واقفين وعم يهزوا، وهداك حاطط ايده ورا. يلا اركعوا. لكن ما عم يصلوا صح. مو هيك يا بني ادم، علميهم. مو هيك يا غبي، ركز انت وعرفيهم وياه. على الصلاة انت. حاضر حاضر. لك ركز يا حيوان. وقف منيح انت وياه، ما بدي اسمع صوتكم. عم تفهم انت وياه ولا؟ الله اكبر. تعلموا الصلاة منيح. يلا عيدوها من الاول. يلا حاضر. اسمعي رويدة، اسمعيني منيح، أنا ما بيهمني الصلاة، بيهمني إذا كنا هنيك ما تغلطي بالحكي، لأنه إذا غلطتي هنيك بتصير مصيبة، وإذا بدك لا تعلميهن شيء، ريحي حالك وطمني بس. والله لا اكسر لك رجلك اللي زفتها فيها. هلا فهمت عليكي. وقف منيح. يعني كل هالشي مشان التنظيم، انا لعب انت وياه. مشان استقلالنا كمان، ما هيك؟ إيه طبعا، طب هو اذا تلي سنة وإذا ما عملنا هيك ما رح نقدر نتحرر، وبدي إياكي ما تنسي إنه الدين هو يلي حول شعبنا لعبيد. يعني الدين هو اللي وصلنا لهي الحالة؟ ومشان هيك انتوا عم تحاربوا الدين. مزبوط، برافو عليك يا رويدة، هلأ بلشتي تفهمي علي. أقوى شيء بيجمع بين شعبنا هو الدين، يعني الدين إذا قدرنا نقضي عليه رح نتخلص من هالعذاب بقى ونوصل لكل شيء بدنا إياه. ليش ما دق؟ هلا بيتصل عمي، اصبر شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو. ها. إيه احكي، عم بسمعك. لقيته حسان؟
يا زيدان اجا بديع. يا معلم اصحى، اجا بديع. شو صار معك؟ ولا يهمك زيدان، البلد رح يتصرف. يعني رح يخلصنا من هالآنسة ما هيك؟ ايه رح نخلص منها، اطمن. لا تشغل بالك، رح يقتلها. كتير منيح. لكن نرجع لموضوعنا الأهم. دورت بالبيت على الشنطة شي؟ ايه طبعا، قلبت البيت فوقاني تحتاني، بس صدقني ما لقيتها. شو عم بيصير؟ تشرب بسرعة. يلا يلا نشوف. مين انت؟ وقفي عندك، لا تتحركي. وقفي عندك. مين؟ انت كنت عم تلاحقيني ولا مجنونة؟